النهارده بقى هنعمل فطيرة السلطان، الترند الجديد اللي مكسر الدنيا وعامل قلبان. هنعمل النهارده فطيرة السلطان بطريقة سهلة جدا، وكمان هتطلع معانا هشة ومورقة وطعمها تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو لو عجبكم اعملوا له لايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها، ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه كده هجيب بوله معايا واحط فيها نص كوبايه من الحليب الدافي، وعليها نص كوبايه من الميه الدافيه، وربع كوبايه من الزيت، وكمان هيحط معلقتين صغيرين من الخميره الفوريه، وهحط 5 معالق كبيره من السكر. وهقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما في الحليب وفي الميه الدافيه، بس نتاكد ان الحليب والميه يكونوا دافيين. بعد كده هجيب بيضه كامله، هاخد البياض بتاع البيضه وصفار البيضه هركنه على جنب، وهغطيه باي حاجه عندي عشان الصفار ما ينشفش. بعد كده هنضيف معلقه صغيره خالص من الفانيليا، وهقلب بقى كل المكونات كويس قوي كده. هكون محضره نص كيلو من الدقيق، هنخله كويس برضو، واحط عليه ذره من الملح. بعد كده بقى هنعجن بايدينا زي عادي جدا، زي ما بنعجن اي عجين. هنعجن ونلم كده بقى كويس قوي بايدينا. لو عندنا عجان طبعا هنحط العجينه في العجان لمده حوالي 7 دقايق كده لحد ما نلم العجينه كلها. لو احتاجنا دقيق هنحط دقيق على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا استخدمت هنا دقيق التحرير. دقيق التحرير ده كويس جدا، بيبقى برضو في المعجنات جميل قوي. لميت العجينه بايديا كده وهي اخدت معايا حوالي 500 جرام دقيق بالظبط. بعد كده بقى هجيب اي قطاع عندي وهقسم العجينه نصين متساويين. لازم نخلي العجينه متساويه. هنقسم كده نص وهنركن النص التاني على جنب. على فكرة لازم العجينة تكون طرية جدا جدا في ايدينا، تكون بتلزق على خفيف عشان تطلع معانا هشة ومورقة معانا. هجيب بقى هنا قطعة من الزبدة حوالي معلقة كبيرة، وهعجن بيها القطعة الأولى، وهعجنها كده كويس قوي لحد ما الزبدة تتشرب في العجينة، ما تبقاش زهرة خالص، وتبقى العجينة معانا ملساء وجميلة جدا. هغطيها بالستريتش وهدخلها في الفرن كده. ممكن اولع الفرن، ادفي الفرن كده على بسيط قوي، او لو عندي لمبه في الفرن اولع اللمبه واخليها جنب اللمبه عشان تختمر لمده ساعه كامله. وبعد كده بقى هجيب النص التاني، وهجيب معلقه ونص من الكاكاو الخام، وهضيفه على طبعا بدون سكر، وهضيفه على العجينه اللي هو النص التاني، وهجيب معلقه من الزبده برضو، وهعجن العجينه كويس قوي لحد ما الكاكاو يختفي تماما، والعجينه برضو تبقى معايا ملساء وجميله قوي. وهحطها برضو تختمر لمده ساعه جنب العجينه التانيه كده. بعد ما اختمرت شايفين بقى يعني منتفخ ازاي وجميله جدا، وكمان طريه قوي في ايديا، عامله زي الملبن بالظبط. هجيب برضو التانيه، هخرج برضو الهواء، لازم نخرج الهواء من العجينه تماما. هجيب بقى على سطح الرخامه، معلش الجزء اللي هو في الاول ده اتحذف مني، معلش ما تصورش. انا جبت العجينه وفردتها بالنشابه، او الاول تفرديها بايدك كده وبعد كده تفردها بالنشابه، بس المهم ان احنا نخليها مستطيله. لازم نخلي العجينه كده مستطيله عشان هنلفها على شكل رول. هفردها كويس قوي كده لحد ما اخلي سمكها رقيق شويه. بعد كده بقى اجيب العجينه التانيه احطها على ورقه زبده، عشان العجينه دي اللي احنا هنرفعها الشوكولاته اللي هنرفعها على العجينه التانيه. هفردها بقى كده بالنشابه بايديا لحد برضو ما اخليها يعني اخليها مستطيله على قد ما اقدر، عشان افردها على العجينه اللي هي الفاتحه. بعد ما خلصتها بقى كده هرفعها كده بورقه الزبده واحطها على العجينه الفاتحه، واحاول بقى كده اشد العجينه بايديا. هي تتشد معايا بكل سهوله، لان طبعا العجينه طريه جدا جدا وناجحه وجميله جدا ما شاء الله، تحفه. هفردها بقى كده. انا بحاول اوريكم بفردها ازاي عشان بس تنجح معاكم، مش عايزه بس يعني اقطع الحته دي عشان الحته دي مهمه جدا جدا. كده خلاص انا خليتها كلها متساويه. هجيب بقى اي قطعه عندي تكون بالشكل ده كده، وهعمل شرايط كده من اول العجينه كده من قدامي. هعمل شرايط كده، هخلي الحجم الكبير اللي احنا هنلفه ده، ونعمل الحجم القليل اللي احنا هنعمل فيه الشرايط.
نعمل بقى شريط على قد ما نقدر. هكون محضره معايا بقى كريمه هنا اللي هي قابله للدهن دي، اللي هي زي النوتيلا. انا طبعا ما بجيبش النوتيلا لان هي طبعا يعني مقاطعه وكمان غاليه جدا جدا، فبجيب كريمه شوكولاته يا اما سما يا اما ماكستيلا. انا استخدمت هنا ماكستيلا. طبعا لو حد عايز يجيب بديل النوتيلا يجيب شوكولاته سما جميله جدا جدا، بس انا طبعا دي اللي كانت متوفره عندي. هحط بقى كده بالطول شوكولاته من اللي هي شوكولاته اللي هي النوتيلا، هحطها كده. وبعد كده قطعت بقى شوكولاته بيضه كده على الشوكولاته. ممكن نقدر برضه نستغنى عنها، ممكن نحشي شوكولاته بس مش مشكله، على حسب الحاجه المتوفره عندنا في البيت. قطعت كده شوكولاته بيضه على الشوكولاته اللي هي النوتيلا. بعد كده جبت بقى الاطراف وقفلت كده على الشوكولاته. بعد كده بقى هلف العجينه زي ما انتم شايفين كده على شكل رول، وهجيب بقى الشرايط اللي انا عملتها دي وهبرمها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هبرمها كده بطريقه سهله قوي، طريقتها سهله جدا جدا، مش محتاجه اي افتكاسات او اي حاجه. والعجينه كمان معايا طريه جدا وهتتشكل معاكم بكل سهوله. المهم ان انتوا تشوفوا بس الطريقه وتنفذوا زيها، وان شاء الله تطلع معاكم احلى من كده كمان. خلصت البرم كده خلاص. هحضر بقى صينيه مقاس 22 او صينيه مقاس 24. هدهنها بالزبده واحط فيها ورقه زبده من تحت لو حابين، واحطها كده في الصينيه وهغطيها بستريتش وهسيبها في نفس المكان. هولع الفرن لمده 5 دقايق واطفي الفرن، وبعد كده ادخل زي ما عملت في العجينه هعمل برضو كده مره تانية وهسيبها تختمر لمده ساعه كامله. بعد كده اجيب بقى صفار البيضه اللي احنا ركناه على جنب فاكرينه، هنجيبه ونحط عليه كيس فانيليا ومعلقتين من الحليب. بعد ما اختمرت بقى الفطيره لمده ساعه كامله، هجيب بقى هدهنها بالحليب على بيض اللي انا عملته. وما تقلقوش مفيش اي زفاره خالص، لان صفار البيضه بيدي لون بسرعه في الفرن، بيخليها تدي لون اصفر وتحمر بسرعه، احسن ما تطول معانا في الفرن فتره كبيره. هدخلها على فرن ساخن مسبقا لمده حوالي، هتاخد معانا حوالي ساعه الا ربع. هي ممكن تاخد معاكي اقل في الفرن على حسب درجه حراره الفرن، عشان الفرن عندي هادي شويه، فاخدت معايا ساعه الا ربع او كمان ساعه الا 10. بس بعد ما تخرج بقى من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنجيب زبده وندهنها بالزبده، وبعد كده اجيب ورق استرتش وهغطيها بورق الاسترتش عشان يعني تدي طراوه وتبقى طريه شويه، ما تبقاش ناشفه معايا. بس هنسيبها بقى لحد ما تبرد تماما، نصبر عليها. لو عملناها مثلا من الصبح نسيبها لحد بالليل، لو عملناها من بالليل نسيبها لحد الصبح عشان تحتفظ بارتفاعها وما تهبطش مني سنه صغيره. لان انا بصراحه كنت تعبانه جدا جدا بعد ما عملتها واستعجلت عليها شويه، خليتها يعني بعدها بشويه كده رحت مطلعاها من الصينيه. بس بصراحه برضو كانت طعمها تحفه وهشه ومورقه من جوه، وكمان ريحتها كمان مش عايزه اقول لكم جميله جدا جدا. جربوها بس ان شاء الله باذن الله تنجح معاكم. بس كده خلاص، فيديو النهارده خلص. اتمنى يا رب من كل قلبي يكون عجبكم، وطبقوا الوصفه وقولوا رايكم فيها في الكومنتات، وربنا يحسن يا رب بين ايديكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، وكمان صلوا على النبي في الكومنتات. واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.